أنا عمري ما عملت حيطان زي دي، يمكن علشان وصلت للفكرة دي بعد مشوار طويل وجربت طرق كتير واكتسبت خبرة عملية في البناء الرخيص جدا. في الحيطان دي مفيش أي جسر حراري بنسبة 100%، ومش بتدخلها الرياح الباردة خالص. ممكن تبنيها في سوتشي وأكوتيا، في أوديسا وفيتبسك، في أوستانا وتجاند. كل اللي عليك تعمله هو تختار سمك القلب الصح. الحيطان دي كمان تنفع لتجديد البيوت القديمة والبيوت الصيفية. الجمالون باظ؟ مفيش مشكلة، في حل بسيط. عمر الخدمة أكتر من 50 سنة. مش هتلف زي الحيطان الخشب، ومش هتحتاج تدهنها دايما بمضاد للعفن. الحشرات مش هتهتم بيها، والعفن مش هيقدر يدخلها. كل المواد اللي هتحتاجها لبناء حيطة كبيرة هتدخل في شنطة عربية عادية. الشبابيك بتتركب في الحيطان في دقايق، والإطارات الدافية اللي تكلفتها تقريبا ببلاش مش بس بتزين الواجهة، لكن كمان بتقوم بدور العزل الحراري وبتزود كفاءة العزل للشبابيك والأبواب. مع بداية موسم البناء الجديد، أتمنى إن المعلومات دي تكون مفيدة لناس كتير، عشان كده هنتكلم عن كل حاجة بالترتيب. أهلا بكم جميعا. عندي شوية قليلين من بنوبلكس كومفورت سمكه 3 سنتيمتر، وبالعادة بدأت أخلي الألواح خشنة باستخدام نصل منشار خشب مفصول عن اليد. بعد ما استخدمت بنوبلكس وعملت جدران قوية ودافية بنسبة 90% وكمان سقف معزول وموثوق، قررت أستخدمه تاني. بس فكرة عزل الجدران الجانبية الموجودة في الدور النص علوي بسرعة وسهولة ما جتش في بالي خالص. الجدار فيه شبابيك مصنوعة يدويا، وأول شباك فيه وحدة زجاجية معمولة في البيت، والضلفة فيها عزل مزدوج. أنا عملته من خشب جاهز، علشان كده ما استخدمتش أي ماكينات خالص. الشباك التاني يمكن يكون أسهل شباك ممكن تعمله، ومتعمل من قطع جاهزة لإطارات الأبواب. هحتاج أجدد الورنيش. القطع الجاهزة كانت متورنيشة بس من غير اهتمام، يعني حاجات جاهزة من السوق. حالة الشباك اللي أنا دهنته بنفسي ما تغيرتش مع السنين. ألواح الجوانب متثبتة فوق بعض، وده خلاني أقدر أستخدم خشب جودته قليلة. وأنا ببني الجدران دي ما كنتش بفكر كويس هعزلها إزاي بعدين، أنا بس اللي فكرت في الموضوع ده. ممكن تتعزل زي البيوت الهيكلية بالصوف المعدني، لكن هتحتاج غشاء حماية من الرياح، ومش واضح هتثبته إزاي بعد تثبيت الألواح الخارجية. بعد كده لازم تركب العازل من الصوف المعدني، واللي لازم يتغطى من جوه بحاجة، يا إما بخشب برضه يا إما بألواح أوسبي أو حاجة شبه كده. وكمان هتحتاج فيلم عازل للبخار، بسبب إن الصوف المعدني مش ملزوق كويس ممكن يحصل تيارات هواء ورطوبة. الهواء الدافي والرطب ممكن يدخل الصوف المعدني ويبله ويقلل عزله الحراري. الصوف كمان ممكن يهبط ويتكون تكثف أو يطلع عفن. بدل الصوف المعدني ممكن تستخدم بنوبلكس، ومش هتحتاج حماية رياح أو عزل بخار، لأنه مش بيدخل فيه الهواء ومش بيمتص رطوبة تقريباً. على مدار السنين اللي فاتت اكتسبت خبرة متقدمة في استخدام البوليسترين المبثوق، وعارف ان في طريقة افضل للمباني الخفيفة بدل ما تحط البوليسترين المبثوق بين الخشب والواح اورينتد ستراند بورد. عشان كده قررت افك الكسوة الخشبية. الفكرة جات لي في الآخر، وكنت تقريبا واثق إنها هتنجح، فاشتريت عبوة بنوبلكس كومفورت وحاجات تانية. لو مش قادر تشتري على طول النوع الخشن من العزل اللي اسمه بنوبلكس ستينا، مفيش مشكلة، بسهولة وبحركات بسيطة تقدر تعمله من بنوبلكس كومفورت الناعم. هفك مؤقتا تغطية البلكونة والتراس. على فكرة هم كمان معمولين بنسبة 90% من بنوبلكس. عديت بفرشة معدنية على أجزاء الهيكل اللي هيتثبت عليها الحيطة الجديدة. المتبقي من الحيطة القديمة هيكل خفيف بس. الحيطة الجديدة هتكون فعالة جدا في العزل الحراري، وبتتعمل تقريبا من غير خشب. رغوة اللصق البولي يورثاني للبناء بتجف أسرع لو السطح كان مبلول شوية، مش لدرجة إنها تسيح، بس شوية بس. الخشب مادة مش وحشة، بس بيتأثر جدا بالعوامل الجوية. الألواح بتتقوس وبتتاكل من الحشرات. الألواح لازم تتعالج بشكل متكرر بمواد حماية ومضادات التعفن، والمواد دي غالية في حد ذاتها، وكمان تطبيقها بشكل كويس مش سهل خالص. بلزق اللوح وبثبته بمسامير مؤقتة. بعدين أروح للوح اللي بعده.
لما تكون ما عندكش خبرة في البناء وبتبني بتفتكر إنك لما تغطي الحيطة بالخشب خلاص كده الحيطة بقت جاهزة. لا يا جماعة، الحيطة دي تنفع بس لعشة أو في أحسن الأحوال لواجهة أو سقف علوي بارد. طبعا الشغل ده بيكون مرضي جدا، لأنك فجأة بتلاقي إن ما كانش في حاجة وفجأة بقى في حيطة، ولما يبقى في حيطة يبقى كأن في بيت. عشان تخلي الحيطة دي معزولة لبيت محتاج تتصرف وتشتغل كتير. علشان عايزة أوفر وأقلل الشغل فكرت أعمل الحيطان بهيكل خشب خفيف بس. وأنا بفكر في مشروعي بيت ب$1000 كنت عايز التكلفة تبقى قليلة قوي حتى باستخدام خردة أو حاجات قديمة. عشان كده كنت بجمع في الحوش كل حاجة ملهاش لازمة. يلا الصندوق البلاستيك ده خليه واقف هنا شوية، عندي ليه باب بلاستيك مرفوض ومش متكمل، هديها لحد. دلوقتي الهدف مش استخدام الحاجات القديمة المجانية، لكن استخدام تقنيات بناء رخيصة جدا بتتولد أثناء الشغل. طبقة كاملة من الفوم بتعمل زي الترمس، بتحمي البيت من البرد في الشتاء والحر في الصيف. قررت مش هضيع وقت في تحديد أماكن الشبابيك، هقصها بعدين وخلاص. كل ما تلزق الألواح على مستوى واحد وبشكل أظبط كل ما هتوفر أكتر بعدين. شغلة لصق ألواح الفوم على أعمدة الهيكل فعلا شغل ممتع ومجزي، لأنك بسرعة بتشوف إنك خلصت جزء كبير منها. عشان ما أغلطش في الزاوية من غير منقلة بحط اللوح لحد ما يلمس السقف، وبقيس المسافة من تحت السقف لحد اللوح، وبفتكرها وبقيسها من فوق من بداية اللوح، وبقطع الزيادة. كل حاجة مظبوطة زي الصيدلية. بحب أعلق على شغلي وأقول إزاي أعمله أحسن عشان يكون أسهل. مفيش كلام يتقال، الشغل أبسط وأسهل من كده غالبا مش موجود. بما إن مشروعي بيت ب$1000 بقاله فترة طويلة، حابب أفكركم بسرعة هو عن إيه. أنا حطيت لنفسي هدف إني أبني بيت صغير دورين بمساحة 50 متر مربع، وقررت إني أصرف على كل الخامات مش أكتر من $1000 بعملة الروبل الروسي. المبلغ ده طول المشروع كان بيتراوح من 60 إلى 120 ألف روبل، وبالروبل البيلاروسي عندنا المبلغ بيتراوح من 2 إلى 3.5 ألف روبل. عشان أقلل اللخبطة اخترت عملة غريبة على ناس كتير بس أكتر استقرار. أنا شخصياً ما بقيتش أحب الدولار، ولو بخزن فيه فلوس فده بس من العادة. بدأت أغير الموضوع، ماشيين بخطى ثابتة نحو مستقبل مشرق. عاد شوية وقت كمان ويتهيأ لي إننا عملنا حاجات كتير قوي. بكمل الورق اللي ناقص. الصمغ نشف من بدري ومش محتاجين باقي المسامير، وكمان الميزة هنا إنك مش هتحتاج المسامير دايما. الخناقة المستمرة، تستخدم أنهي نوع مسامير؟ أصفر، أبيض ولا أسود؟ هل الهيكل هيبقى قوي لو استخدمت مسامير سودة؟ هو ده السؤال. أنا شخصياً مع المسامير السودة بس من شركات موثوقة، دي مش دعاية للمسامير السودة. لو مفيش مسامير مفيش حيرة أيهم أحسن. فهمت مؤخراً إن الباب البلاستيك اللي كان هيركب هنا كان كبير على المبنى الصغير بتاعي، فعشان كده هخلي فتحة الباب الجديد أصغر. عندي فكرة إزاي أعمل باب ممتاز بإمكانيات بسيطة جداً، وبما إنه هيكون باب معمول في البيت مش لازم ألتزم بأي مقاسات قياسية لفتحة الباب، هظبطها على أي مقاس. دلوقتي الحيطة لسه باينة من خلالها، وممكن اللي مش عارفين الموضوع يفتكروا إن دي مغامرة أو حاجة مش مضمونة. كوسيتشوكس، شبكة بولوتسكيا خذلتني لأول مرة. السكينة حادة بس الشبكة بتتفكك، مش بحب كده. اضطريت أبص في المخزون القديم،
برضو شبكة بولوتسكيا بس بتتقطع بشكل مختلف. بولوتسك فايبر جلاس. بلاش تشتغلوا شغل أي كلام، اعملوا زي ما كنتم دايما بتعملوا. ممكن تثبت الشبكة مؤقتا بالمسامير اللولبية. هركب طبقات الشبكة بتداخل 10 سنتيمتر، وهحدد خطوط عشان أعرف أوصل فين بالخليط كل مرة. أصعب حاجة في بناء الحيطة دي إنك تشيل كيس 25 كيلو وتطلعه للدور التاني. خليط العزل الحراري متوفر في كل المحلات ومش مركز مع اسم الشركة اللي بتصنعه. لسه ما قابلتش نوع وحش لحد دلوقتي. الخليط اللاصق بيمسك كويس جدا في الفوم الخشن، عشان كده الشغل بيكون بسيط وسهل ومش محتاج خبرة في المحارة خالص. بما إن سمك طبقة التسليح كام ملي بس، فحتى لو في اختلاف في استواء السطح مش هيزيد عن كام ملي برضه. لما بنيجي نعمل محارة للحائط، زي مثلا لو كان معمول من بلوكات أو طوب، بنحتاج نستخدم منارات. وكمان لازم اللي بيعمل الشغل يكون صنايعي محترف، والأفضل يكون الاتنين مع بعض. وكمان فيه لف ودوران حوالين الصنايعي ده. أنا مش بشتغل بالطريقة دي ولا بعمل كده. وطبعا لازم تدفع مبلغ مش قليل عشان الشغل، لكن كده كل حاجة بنعملها بنفسنا على راحتنا في الهواء الطلق، وحاسين إننا بنحقق أفكارنا بنفسنا. المواد دي مناسبة جدا لينا كمبتدئين في البناء كهواء، ومستحيل إن الحاجة ما تنجحش. الجزء ده لسه بيعدي منه النور، لكن الجزء ده خلاص بقى معتم. أرضية السقف وسبينوبلكس خفيفة لكنها مناسبة لاحتياجاتي. كنت متوقع هيكون في تغييرات على مشروعي الاقتصادي، فعشان كده قررت في الآخر ما أثبتهمش نهائي. مع الشبكة الصحيحة للقصارى الشغل بيكون سهل جدا. عشان ما أتعبش نفسي جامد بعمل خلطات صغيرة. عشان ما يبقاش في شك، زي ما شايفين ساعات بعرض لقطات من غير تسريع. في الفترة الأخيرة ابتدت شركات البناء المختلفة والمعماريين المعتمدين وغيرهم من الخبراء ينشطوا، بيحاولوا ينتقدوا طريقة البناء باستخدام الفوم العازل. أي طريقة بتحاول تبقى شعبية البيزنس بيعترض عليها وبيقولوا إنهم أذكى ناس. هم معاهم تعليم هندسي، والتعليم الهندسي مطلوب عشان تبني ناطحات سحاب وأنفاق وكباري، عشان تبني بيت أو فيلا لعيلة واحدة. كل اللي محتاجه شوية عقل سليم، والمهارة دي تقريبا عند كل واحد. المهارة دي مزروعة فينا جيناتي، لأن البشرية اتطورت ملايين السنين من غير مهندسين معماريين ولا مدنيين. الكل عايز ياكل وبيزود في ثمنه. أول جزء من الحيطة بينشف بسرعة. ما خدتش مني وقت على كل حاجة. لسه عندي كيس خليط كامل، كل حاجة اقتصادية جدا. لحقت أخلص كل حاجة قبل المطر. هبدأ من جوه الحيطة، وده أسهل لأني بستخدم قطع تدعيم أصغر. في التشطيب النهائي لدور السقف مخطط أعمل ستايل لوفت مع نظام عوارض مكشوفة. عشان كده العناصر الخشبية المكشوفة في الهيكل مش هتكون غريبة عن الستايل. كمان ميزة كبيرة جدا في الحيطة دي هي إن مفيش أي جسور باردة خالص.
لأن الحيطة الدافية متثبتة فوق الهيكل، مع إن سمك الفوم اللي اخترناه شكله بسيط، بس بنحقق كفاءة حرارية زي عود خشب جاف سمكه 17 سنتيمتر أو حيطة طوب بسمك 2.5 طوب. أنا بنفسي كنت شاهد على بناء بيت ريفي من عود خشب سمكه 10 سنتيمتر. دلوقتي عايشين ومبسوطين، بس بيدفوا البيت أكتر. البيت اللي تكلفته $1000 كفاءته الحرارية تقريبا ضعف. إيه رأيك في استخدام الأسلوب ده؟ مثلا انت ساكن في بيت قديم بواجهات خشب، او عندك بيت مصيف قديم حالته على قده. الواح الواجهات الخشب الزمن اثر عليهم، الخشب نشف وتشقق. في الشتاء التلج والمطر بيدخلوا من الفتحات، وعزل السقف بيبقى مبلول، والبيت دايما برد. عشان ابدل الواجهة الخشبية لازم الاقي الواح خشب كويسة واجيبهم، ولو مش متسوين اساويهم على الماكينة، وبعد كده أركبهم وأدهنهم كويس. كابوس! بالطريقة دي لو عايز تعمل واجهة من خامة مبتكرة يدوية هتحتاج مكونات بسيطة زي الفوم العازل، شبكة الجبس، وخليط تدعيم. هتلاقي كل ده في أقرب محل أدوات بناء، ويدخل في عربية مايباخ أو موسكوفيتش. ممكن تنقل كل الخامات دي في كذا مشوار بعربية اليد لو ما عندكش موسكوفيتش. الجدران أو الواجهات دي لازم تعيش أكتر من 50 سنة، وده أقل عمر افتراضي للفوم العازل. الأسمنت أساس المحارة، والزجاج أساس الشبكة. بصراحة المكونات دي عمرها طويل وصديقة للبيئة وآمنة. في البيوت الدائمة يفضل تختار سمك العزل الحراري المناسب. كل حاجة بتعتمد على المنطقة، ساعتها الكفاءة هتكون في أعلى مستوى. بنوبلكس بيوفر كفاءة طاقة عالية، وبيقلل مصاريف التدفئة، وبيشيل الجسور الباردة والفجوات والسحب والرطوبة. ومفيش حد يمنعني إني أستخدم EPPS بسمك 5 أو 10 سنتيمتر، والبناء بيه كمان أسهل بكتير. في تجربتي اللي منعني بس هو الميزانية اللي اخترتها، وكمان مفيش احتياج لعزل قوي للبيت اللي مش هيتسكن فيه باستمرار. أنا مش بدافع عن السلطة السوفيتية، بس أيام الاتحاد السوفيتي كنا دافيين والهواء بيجي من كل حتة، لأنهم كانوا بيدفوا البيوت كويس. مثلا في الساونا البرميلية اللي قضيت كذا سنة بصنعها، رغم إن سمك الخشب في الجدران 4 سنتيمتر بس، الساونا ممتازة زي الساونا اللي بخشب سميك، محتاج بس فرن بقوة أعلى شوية. بس طبعا لما تبني بيت للإقامة الدائمة والتدفئة مش رخيصة زي أيام الاتحاد السوفيتي، الحسابات بتكون مختلفة. على الحيطة القديمة اللي معمولة من ألواح متعرجة ما كنتش عارف أركب الإطارات كويس، كل مرة كانت بتطلع شكلها وحش. في الحالة دي جات لي فكرة على طول. في الحيطة اللي ما فيهاش جسور باردة قررت أستخدم إطارات دافية ومميزة، واللي كمان هتقوم بوظيفة الحواف بتاعة الشبابيك والأبواب، وبتحمي الوصلة الضعيفة بين الإطار والحيطة من التجمد. ضبطت ارتفاع الباب على نفس مستوى الشبابيك، وقاعدة الإطارات المصنوعة من الفوم بتتركب في دقائق معدودة. بعد ما اتأكدت إن كل حاجة حلوة فتحت الشباك التاني. الأجزاء اللي اتقطعت مش هتترمي، عارف هستخدمها في إيه. تركيب الشبابيك في الحيطان دي متعة حقيقية. وفي الحر ممكن تستخدم التكييف في البيت. دلوقتي التكييفات بقت أرخص بكتير وكمان بتسخن. كل كيلو وات حرارة بيستهلكوه بيدوك 3. الجمال مش في بيت ب$1000، الجمال في البيت البيلاروسي التقليدي. اتمرنت شوية ودلوقتي هوريكم طريقة عمل الإطارات الدافية، والطريقة بسيطة زي أي حاجة تانية. الشغل محتاج شوية صبر، بس التكلفة بتاعت الإطارات دي تقريبا ببلاش، وشكلها في الآخر كأنها معمولة من حاجة تقيلة زي لوح خشب سميك
أو حتى حجر منحوت، ولو حابب ممكن تديها أي ملمس نهائي حتى لو زي الرخام. المهم هنا إنك متزودش عن اللزوم عشان البيت اللي تمنه 1000 ما يبقاش شكله زي بيت ب1,000,000. تخيل بس قد إيه في شغل كتير مع الحليات الخشب. الحليات الخشب الجيدة غالية جدا، أما اللي مش كويسة شكلها بيبقى رديء. واضح جدا إنهم وفروا جامد في الحليات. الفوم ده مادة ليها استخدامات كتير جدا. هو إيه المطلوب أصلا في الحليات؟ هي بس لازم تكون موجودة وخلاص. وظيفتها المفيدة الوحيدة إنها تغطي الفاصل بين الحيطة والشباك أو الباب، يعني هي عنصر ديكوري بس، والاختيار ده ممكن يكون أحسن حل عشان كمان هي بتكون دافئة. لو الخليط بدأ ينشف ممكن ترطبه شوية. واتضح إن التشطيب النهائي بيكون أسهل لما الخليط يكون نشف خلاص. المهم ما تطولش عشان الخليط اللي فيه أسمنت بينشف بسرعة وبيبقى قوي. الجدران المصنوعة من البوليسترين بتكون محكمة، وده مفتاح الراحة. العزل القوي بيمنع التيارات الهوائية وبيحافظ على الحرارة جوه المكان. دايما كنت بخلط الخليط بالهلال الكهربائي، وفجأة جربت أستخدم الشنيور. عجبني الموضوع. يا جماعة اللي جرب قبل كده، هل ده ممكن يضر العدة؟ ممكن تحط أنواع كتير من التشطيبات النهائية على الحيطان والواجهات اللي اتغيرت بالطريقة دي. ممكن تبتكر أفكار كتير بنفسك وبتكلفة قليلة، زي الطوب أو الخشب أو الحجر أو التشطيب الخشن أو جلد التمساح لو حبيت. كول فيه اختيارات كتير لتشطيب الديكور النهائي، زي ما السلاف الشرقيين وإحنا البيلاروسيين مثال واضح عليهم، بنختار دايما الحاجة الغالية والفخمة. عادة أنا بعمل الديكور ده بأرخص لاصق بلاط. المرة دي كان عندي كيس لاصق تقوية للعزل الحراري من السنة اللي فاتت، تاريخ الصلاحية هينتهي كمان شهر فلازم استخدمه. اللاصق ده أغلى شوية بس من لاصق البلاط الرخيص. بعض متابعين قناة أغاني ياشا كوسياكا أحيانا بيشتكوا إنهم بياخدوا وقت أكتر من اللي كانوا مخططينه في الشغل على القطع المصنوعة من EPPS. هم بيتهيأ لهم إن الحمام الخشبي بيتعمل أسرع. أولاً كل منتج مبتكر جديد بيتعمل أسرع بكتير من اللي قبله، وثانياً الحمام الخارجي أو مثلاً الدش الصيفي المصنوع من الفوم المقوى ده يعتبر شكل معماري صغير، والواحد بيروح الحمام بإحساس مختلف. بفخر بنفسه إنه ما استسلمش وعمل حاجة جميلة، مش مجرد حاجة سريعة أو صندوق خشب بارد بفتحات، ولا دش صيفي من برميل قديم بتخاف وانت بتستحمى فيه. أحياناً بيكتبولي إن الطراز المتوسطي في عمارتنا بقى ممل، وفي ناس أصلاً مش بتحبه خالص. بس أنا بعمل ده في بيتي، مش إني اقتحمت بيت حد وزينته غصب عنهم بالطراز المتوسطي اللي هم مش بيحبوه. عشان كده اللي مش عاجبهم ده لنفسهم يقدروا يختاروا اللي يعجبهم. في اختيارات كتير. الفواصل بين الحجارة برسمها بأداة بسيطة معمولة من حتة سلك. من الاتجاهات الحديثة واضح إن لعزل الجدران الهيكلية فيه اختيارات لعزل حراري باستخدام طبقة كاملة من الفوم سواء من جوه أو من برا. مش متأكد النوع اللي استخدمته يتبع أنهي فئة، بس أعتقد كله هيبقى تمام. الفوم أسرع في التركيب وأقوى للمباني الخفيفة مقارنة بالصوف الصخري. المباني المحكمة لازم يكون فيها تهوية، زي أي بيت مش بيدخله هواء. ده مش عشتي فيها فتحات. حكاية الجدران اللي بتتنفس دي خرافة. لو الجدران بتتنفس يبقى فيها فتحات. قررت إني ما أزخرفش الإطارات بس ألونها وخلاص. من الموسم اللي فات لسه عندي ألوان كافية بضيفهم على دهان الوجه الأبيض.
بما إن مشروع بيت ب$1000 بقى بيتحول تدريجياً لمكان لتجربة تقنيات بناء رخيصة جداً، فكل ما أبدل حاجة بحاجة أرخص وأحدث هخصم تكلفة الحلول القديمة اللي استبدلتها. عشان كده كله بالعدل، وأتمنى في المستقبل القريب أقدر أوصل لقائمة دقيقة بالحلول الصح اللي هتساعد في تحقيق أكبر توفير في البناء لما نبني بيوت خفيفة جداً. المرة دي اخترت ألوانا جريئة بشكل غير معتاد. في مرحلة منهم أنا لخبطت. عادة التشطيب اللي بنعتقد إنه بيدي الحجارة حجم، مراتها هي اللي بتعمله، بس هي كانت مشغولة. خرجت بعدين وورتني إزاي كان المفروض أعملها. غطيتهم بورنيش أكريليك ملون للحجر وفهمت إنه كويس. بطلت أزعل. وأنا بدهن الورنيش ببدأ بالفواصل بعدين الحجارة، وبحاول أفرده من غير سيلان. رغم إن الألوان كانت جريئة في الأول، الورنيش الملون هداها كويس. التلوين بدهان أبيض لازم يكون بفرشة شبه ناشفة، في شوية حجارة مش بدهنها. اللون الرمادي لون ممتاز. قربنا من الموضوع وهنا أفضل. دايما بقول إن الخبرة نتيجة الأخطاء الصعبة. استخدمت حوالي 12 لوح بنوبلكس كومفورت للحيطة، والعلبة فيها 13 لوح، أقل من 20 متر مربع من الشبكة على الجهتين. استخدمت كيسين لاصق لتدعيم العزل الحراري وكيس واحد للتشطيب النهائي. نص لتر دهان واجهات، 300 جرام ورانيش، ونص علبة فوم لاصق. غالي ولا رخيص؟ احكم بنفسك. أنا شايف إن النتيجة دي مش غالية خالص. تقدر تدعم بحثي عن حلول بناء رخيصة من خلال زر الرعاية على يوتيوب، والمشاهدين من روسيا يقدروا يعملوا ده عن طريق خدمة بوستي. الرابط تحت الفيديو. بمرر ورنيش شفاف على الحليات. كتير بيسألوني دلوقتي أخبار منتجاتنا ومبانينا المصنوعة من الفوم العازل إيه؟ أهو كده. ربيع 2025، الأسرة الزراعية العالية والدافية. الممر السار، سرير زراعي دايري ودافي وعالي، وحوض استحمام وميني بسين هعبيه مية قريب. كمبوستر معزول فائق الكفاءة، تواليت أوروبي خارجي، دش شرقي للحديقة، حيطان الدور الأول من البيت $1000. حيطة الدور الثاني يمكن محتاجين نغمقها شوية كمان. دوس لايك كبير بقى. اشتركوا في قناة أغاني ياشا كوسياك، واشتركوا في جروب VK وديزاين، كل الروابط تحت الفيديو، واضغطوا كمان على الجرس. هبلغكم بالجديد. يا رب يعم السلام في العالم. شكراً.